السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير يا رب. البداية نذكر الله، نقول لا إله إلا الله، ونصلي على حضرة كمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وندعي لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات بالرحمة والمغفرة يا رب. النهارده هعمل لكم أكلة حلوة وبسيطة وجميلة جدا. هنعمل كفتة ورز. كفتة رز أهي، كفتة الرز أهي، دي كفتة أهي هنعملها وهنوريكم هنعملها ازاي. وباذن الله باذن الله هنزل لكم طريقه الكفته. هنزلها لكم انا بعملها ازاي، يعني بتتعمل ازاي في البيت بالكبه والخلاط. بس اوعوا تنسوني اللي انتوا تعملوا لي تفعيل زر الجرس وتشتركوا معايا في القناه، وان شاء الله ربنا يسهل لنا ونقدم لكم محتويات افضل وافضل وافضل باذن الله. ودلوقتي تعالوا نتوكل على الله نشوف هنعمل الكفته ازاي. طبعا هجيب الكفته واحط الزيت على النار اهو، وادحت الزيت واقوم عامل ايه بقى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تذكروا الله الاول، تقولوا ايه بسم الله الرحمن الرحيم، وتحطوا الكفته بتاعتكم على الايه، على النار. هخلص الكفته كلها واوريها لكم بعد ما تتحمر، عشان تكونوا كلكم شايفين تحمير الكفته عامل ازاي. الحمد لله حمرنا الكفته اهو، شفتوا الكفته متحمره وحلوه وجميله اهي، لا كشت ولا اي حاجه، بل بالعكس تخنت اهي. شايفه تخنت ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. هنعمل ايه بقى؟ هنحضر بصلايه وفصين توم او 3 فصوص توم ونحطهم في الكبه، نحطهم في الكبه اهو. صلوا على النبي واذكروا الله. خلاص حطينا البصله. هنعمل ايه بقى؟ نحضر حله. ادي البصله فرمناها بالثوم. هنحضر حله على النار ونحط فيها حته سمنه حلوه زيكم كده اهي، حته سمنه صغيره اهي. خلاص حته سمنه. وفي نفس الوقت بعد ما حطيت حته السمنه اقوم جايب الرز البصل اللي انا طحنته اهو، واقوم حاطه فين؟ في الحله اهو. تعالوا معايا صلوا على النبي، وما تنسونيش في تفعيل زر الجرس واشتراك في القناه، اوعى تنسوني. ادي بصوا بقى، شفتوا يا دوبك اصفرت ما احمرتش. اقوم عامل ايه؟ شايفين الاول الكفته عامله ازاي من جوه؟ جميله. هقوم عامل ايه؟ بصوا التكه دي. هقوم جايب الكفته بتاعتي حطيتها كده اهي، واقوم مقلب بقى، اقعد اقلب البصل مع الكفته. الله، ليه بقى بقلب البصل مع الكفته؟ عشان الكفته تشرب من البصل، تشرب من البصل الجميل ده، ويبقى طعم الصوص بتاع الطماطم جميل قوي. خلاص اهو. اعمل ايه بقى؟ اروح احضر الطماطم. هنجيب قد ايه على الكفته دي؟ هنجيب كيلو طماطم اهو، هنحطها في الخلاط ونعمل الكفته عامله ازاي. هقوم جايب معجون طماطم اهي، معلقه معجون طماطم، واقوم حاططها فيه. خلاص، واقلب تقليبه حلوه اهو، اقلب تقليبه جميله بقى. الطماطم الفريش بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده اهو. انا بصفيها بالمصفى عشان التفل اللي فيها، عشان بتبقى فيها تفل. بصوا التفل عامل ازاي اهو، شايفين التفل؟ شايفين؟ بس كده. هوريكم هعمل ايه بعد كده. نتوكل على الله ونحط التوابل بتاعتنا. هنحط فلفل اسمر، ندعك فلفل اسمر اهو، ندعك. ونحط ندعك سكر. هو السكر توابل بيخليها طعمها حلو قوي. شوفوا ندعك اهي، شايفين؟ ندعك سكر. ونحط
نحط الملح بتاعنا اهو، ما بحطش ملح كتير اهي. هم دول التوابل بس، فلفل اسمر وملح وشويه سكر بس كده، واقلب واسيبها بقى ايه الكفته مع الصلصه تستوي. وبعد ما تستوي هوريكم احنا هنعمل ايه. هنتوكل على الله بقى نعمل الرز عبال ما الكفته تستوي. هنعمل الرز. جبت الرز بتاعي اهو، وجبت حله حطيت فيها شعريه اهو، وحطيتها على النار، واحط حته سمنه على الايه على الشعريه اهو اهو، حته سمنه اهي خلاص بس كده. انا اعوذ بالله من كلمه انا بعمل ايه؟ بعمل كوبايتين رز. كوبايتين رز بحط عليهم قد ايه؟ بحط عليهم كوبايه شعريه. كوبايتين رز بحط عليهم كوبايه شعريه. ساعات احط الكوبايه الشعريه واحط شويه كمان، يعني كوبايه وربع، لان الشعريه لما بتبقى كتيره في الرز بتبقى طعمها جميل جدا. وساعات بحط كوبايه رز وكوبايه شعريه، يعني اللي بيحب الشعريه كتير حط كوبايه وكوبايه، اللي بيحب الشعريه قليله يحط كوبايه رز ونص كوبايه شعريه. ما باجي اعملها بعمل كوبايه وكوبايه، كوبايتين بحط كوبايه ونص شعريه، عشان الشعريه بتدي ايه مزاج للرز طعمه جميل جدا بس كده. الشعريه يا جماعه اهي، واقوم جايب الرز بتاعي اهو اهي. شايفين الشعريه ما بحمرهاش قوي، وشايفين كلها حبه واحده. واقوم جايب الرز بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وكتبت عليه الرز بالشعريه اهو، واقعد اقلب الرز بالشعريه لغايه ما الرز ايه يحبب معايا. اول ما الرز احس ان هو نشف وحبب معايا هوريكم هنعمل ايه تاني. شايفين الرز عامل ازاي؟ حبب معايا ازاي؟ اقوم حاطط بقى الملح ونتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم اهو بس كده. هقوم مقلبه تقليبه، مقلب الرز، واقوم متوكل على الله حاطط ايه الميه. الميه بتبقى هوريكم ارتفاع الرز قد ايه. اتوكل على الله واحط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الميه. شايفين الميه صباع، يعني تعلى عن الرز بصباع. الميه تعلى عن الرز بصباع بس كده. ما بغطيش بقى الحله، ما بجيبش غطا وغطيها، لا، ده انا بقلب الرز كده، واسيب الرز يشرب الميه. بعد الرز ما يشرب الميه اقوم موطي عليه واقلبها واغطيها بس كده، يطلع الرز مفلفل. يلا الرز بتاعنا شرب الميه اهو، شوف الرز شرب الميه. اقوم مقلبه تقليبه كده، واقوم موطي عليه العين، موطي عليه اهو، وطيت عليه. شفتوا شرب الرز ازاي؟ واقوم موطي عليه واقوم مغطيه بقى خلاص، واسيبه براحته كده. الرز ما يعجنش معايا كده، الرز ما يعجنش. لكن لو حطيت الميه وغطيت الرز البخار هيتكتم ويطلع ايه الرز معجن، يبقى مش مفلفل كده. بقى الرز يبقى مفلفل. الرز شرب الميه وقمت مقلبه وغطيت عليه وغطيته، وبعد ما يخلص هوريكم. نتوكل على الله وتعالوا شوفوا بقى الرز. تعالوا شوفوا الرز اهو الرز بتاعنا اهو. شايفين بقى؟ بصوا عامل ازاي اهو. ادي الرز اهو، شايفينه عامل ازاي اهي. شايفينه الواحده بوحدتها واخر جمال. وادي الكفته بتاعتنا اهي، الحمد لله. وادي الكفته بتاعتنا. شوف بلاش عشان بخار. هعبي بقى الكفته وهعبي الرز واتوكل على الله واوريكم كل حاجه. تعالوا بقى يا حبايبي، قبل كل شيء تشوفوا الكفته وتشوفوا الرز. بصوا الرز عامل ازاي، ايه رايكم؟ وادي الكفته بتاعتنا الجميله اهي، شاربه من الطماطم، وادي الصوص بتاعها الطماطم بتاعتها، وادي الترش بتاعنا الجميل اهو.
وايه بقى؟ ايه رايكم؟ تعالوا كلوا معايا، بس ما تنسونيش. اهم حاجه تعملوا معايا ايه؟ تفعلوا زر الجرس وايه، وتعملوا اشتراك في القناه. وبارك الله فيكم وعليكم، ويسعدكم ويجبر بخاطركم. والسلام عليكم ورحمه الله. اوعوا تنسوا الصلاه على النبي وذكر الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.